بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. في البداية بنعتذر لفترة طويلة لظروف صحية ومشاغل كده، ما قدرتش أصور فيديوهات، فأنا بعتذر لحضراتكم. الحمد لله رجعنا لكم من تاني. النهاردة إن شاء الله معانا موتور رش مبيدات زراعية. موتور الرش ده يا حضرات حاجة لسه جديدة، هو صيني، لكن زي ما بيقولوا يعني أحسن الوحشين. هنديلكم فكرة عنه، وهنشرح إن شاء الله من خلال الفيديو إزاي نقدر نحضره ونجهزه للتشغيل أول مرة. كمان هنعرف حضراتكم المواصفات اللي بيتميز بها عن نظيره من الأنواع اللي موجودة في السوق. طبعا في أنواع كتير موجودة في السوق، زي مكة وزي الواد الأخضر وزي تربو باور، يعني دي من الأنواع اللي هي البشبوري اللي هي مشهورة في المنتجات الصينية. الكوشن ده بقى اللي معانا النهاردة اللي هو كوشن 767 767. ده بيتميز بقى عن الأنواع الثانية بحاجات، هو بيزيد في السعر حاجات بسيطة، لكن كقيمة مقابل سعر في الآخر يعتبر هو كويس، وهنقول السعر في آخر الفيديو إن شاء الله. خليكم معانا خطوة بخطوة. الموتور بيجيني بطلمبة كبيرة، الأنواع اللي اتكلمنا عنها من شوية بتكون الطلمبة بتاعتها صغيرة. كمان ده طلمبة نحاس، أنا خربشتها من هنا كده وطلعت نحاس، لأن في نوعيات بيكون صفرة كده الطلمبة تخربشها تلاقي الألمونيا ظهرت، بتكون ألمونيوم وبتكون مطلي. طيب، بعيدا عن الأسماء، أنت لازم تعرف إن كل اسم من الأسماء اللي اتكلمنا عنها ديت في منها 3 أنواع. أول نوع اللي هو بطلمبة نحاس، يعني المكونات الخارجية بتاعتها بتكون نحاس، وده فعلا نحاس ونحاس محمل زي ما قلت لحضراتكم. أنا خربشته وفعلا طلعت نحاس معانا والحمد لله. بيتميز بقى عن الأنواع اللي اتكلمنا عنها إن الطلمبة هنا أكبر، وزي ما قلنا إن كل نوع من الأنواع اللي اتكلمنا عنها فيه 3 درجات. الدرجة الأولى اللي هي الطلمبة النحاس، النوع الثاني اللي هي الألمونيوم المطفي وديت أقل جودة، اللي هي أقل خالص بقى اللي هي أردأ حاجة الألمونيا اللي هي اللمعة، دي بتكون أقل لأن ما بتكونش ألمونيوم نقي، بيكون داخله عناصر تانية، فبتكونش من حيث الجودة بتكون هي أقل درجة. طيب، كوشن سعفان بقى بيتميز عن الأنواع التانية اللي هي بطلمبة نحاس برضو في حاجة. أول حاجة أو في بعض الحاجات كده، لأنه طبعا بيزيد في السعر شوية زي ما قلنا، هنقول السعر في آخر الفيديو إن شاء الله. بيتميز ان الطلمبة دي بيكون حجمها اكبر، كمان المشحمة بيكون الدخول لها سهل. في الواد الاخضر وفي الانواع التانية بتكون المسافة دي ضيقة، وتكون بتعذب اللي عايز يغير شحم. طبعا الشحم ديت هو بيكون جاي فيه شحم، فبياخد فترة، يعني ممكن تغيره مثلا شهرين. انت تبص عليه برضو، لو حسيت ان هو اسود او خاسس ممكن تزوده او تشيله وتحط شحم جديد يكون احسن، مفيش مشكلة. وهنا كمان مشحمة في الناحية التانية برضو المكان واسع اهوت وتقدر تخش بايدك، وديت ميزة لانه في الانواع اللي ذكرناها بتكون المسافة دي ضيقة وصعب جدا ان انت تفكها وتغير الشحم بتاعها. طيب، الميزة الثالثة بقى يا حضرات في الموتور ده ان فعلا قوي وعزمه شديد عن الانواع اللي اتكلمنا عنها. هشغله ان شاء الله وهسمعكم صوته كمان شوية، لكن قبل كده حابين نتكلم كمان ان هو بيجي معاه خرطوم قوي ومحمل، يتحمل ضغط لغاية 45 بار، ويعني محمل، والرؤوس بتاعته نحاس. طبعا في راس في داخل وفي خارج اهوت. طيب، ده بيركب فين بقى؟ علشان نتكلم كمان شوية هنتكلم عن تجميعه وتشغيله لأول مرة. هنسيب ده دلوقتي، ولما نيجي عند تجهيزه أو تحضيره لأول مرة هنتكلم. احنا بنتكلم دلوقتي عن مميزاته. الحاجة اللي بعد كده في مميزاته. البشبوري ده يا حضرات نحاس زي ما حضراتكم شايفين، والقطعة دي ستانلس.
ده نحاس فعلا خالص اهوت. اما في النوعيات اللي اتكلمنا عنها اللي هي الواد الاخضر ومكة وتربو باور بيكون بشبوري الومنيوم، فبيكون ضعيف، ده وزنه تقيل. يعني انا وانا بشتري الجهاز ده هو وراني هناك نوع تاني، وكان فعلا في فرق ملحوظ، يعني حتى في وزن البشبوري الوزن تقريبا الضعف، ده اتقل بكتير وفعلا يستاهل. هو عشان كده ماسك سعر شويه. القطعة ديت بتمسك منها لما بتيجي تشتغل، طبعا بيركب الخرطوم عشان يديلك طول، هنوريكم ازاي بيركب. ديت اللي بتاخد من خارج الطلمبة اللي هو السائل اللي جوه الموتور اللي انت هترشه، بيتربط الخرطوم هنا وبيتربط في الخارج بتاع الطلمبة اللي هو ده يا حضرات. اتمنى يكون واضح في التصوير. هنشوف دلوقتي بنركبه ازاي، لكن هنتكلم كمان الاول على اللي هو البكره ديت. البكره ديت ان هي تفرد ليا السائل على شكل شمسيه، وتلمه وتخليه المدى بتاعه اطول على شكل ايه، على شكل خيط رفيع كده. فبتحكم في العمليه ديت من ايه، من الدراع اللي ورا ده. طيب عرفنا مميزات الجهاز ده عن الانواع او نظيره في الاسواق من النوعيات التانية. في الطلمبة وفي البشبوري وفي الخرطوم المشاحن بتكون اوسع، بتكون الوصول لها سهل مش زي النوعيات التانية. كمان في ميزة جديدة انه المصفى اللي بتنزل من خلالها السائل فيها ريش من تحت، يعني تقدر تقلب الدواء بعد ما تسقطه من خلال المصفى ديت، تقدر تلفها كده بايدك وتقلب الدواء عن طريق الريش اللي نازله فيها دي يا حضرات. الريش دي كده بتساعدك في تقليب الدواء حتى بعد ما يعني لو كنت بترش مبيدات ان هي من طبيعتها ان هي بتترسب كل شويه، فتقدر تلفه وتهزه كده وانت قافل، بس تلفها بايدك والمصفى راكبه زي ما هي. كمان في فلتر في الداخل، الشبكه بتاعته الثقوب بتاعتها ضيقه جدا، يعني مش هيسمح بالاتربه، عشان يحافظ لك على الطلمبه ما تتكتمش منك، او البشبوري او الفواهه بتاعت البشبوري تتكتم منك من خلال الرواسب اللي ممكن تعدي، فده بيحافظ لك على المجموعه دي كلها. كمان بيجي مع الجهاز المعيار ده يا حضرات من 50 سنتي لغاية نص لتر، 500 سنتي، تقدر تعاير بيه الأدوية اللي انت حابب تعاير. المدرج بتاعه هو زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده. كمان في فلتر صغير على داخل الطلمبة اللي هو ده يا حضرات، عشان لو في حاجة فلتت من المصفى الكبيرة وحضرتك بتنزل الدواء أو المبيد، ديت كمان بتحافظ على الطلمبة. طب دي بتركب فين؟ لو بصينا تحت هنا هنلاقي ثقب أخضر في قاع التانك، وبالمناسبة التانك ده 25 لتر مش 20 لتر. بتسقطها كده في المكان ده علشان ديت دخل الطلمبة، والخارج طبعا اللي طلع للبشبوري زي ما قلنا. هنعرف حضراتكم ازاي بنركب الخرطوم بتاع البشبوري. اهي كده ركبت اهيت، فالسائل من خلالها بيعدي من خلالها، والشبكه اللي فيها بتحجز لو في اتربه عدت ولا حاجه بتحجزها ما تخليهاش تعدي على الطلمبه او البشبوري. كمان بيجي معاه المانوال، ملناش دعوه بيه دلوقتي. ده مفتاح بوجيه او شمعه، وفيه مفك صليبه بالشكل ده يا حضرات. ده كمان بيجي مع الموتور. وده طقم جلد تحتاجه لما تيجي تعمل طقم اصلاح. طيب اتعرفنا على المكونات، اتعرفنا على المميزات، تعالوا بعد كده نشوف هنعمل ايه، ازاي نوصل الجهاز ونشغله لاول مره. بصوا معايا يا حضرات.
الخرطوم ليه دخل وخارج، ده اللي بيركب على الطلمبة في المكان ده كده زي ما قلت لحضراتكم. هو جواه جلدة اهي علشان ما تسربش ميه او تنقط اثناء الاستعمال، لان طبعا الطلمبة بتضخ او بتضغط السائل داخل الخرطوم. بتركب سن بالشكل ده كده، والجلدة اللي جواها بتمنع اي تسريب. بتحرق عليها عادي كده بايدك وانتهى الموضوع على كده. نيجي بقى للقطعة التانية دي يا حضرات، دي اللي بتركب في البشبوري، بتركب في السن ده يا حضرات. هنركبها ازاي؟ في السن الداخلي، وهو فيه سن خارجي عشان يركب عليه خراطيم من نوعيات تانية اللي هي زي الكوري وزي الايطالي، تقدر تركبه برضو ما فيش مشكلة. فيها سن داخلي اهوت للخرطوم اللي معانا اللي هو جاي معاه، وسن خارجي كمان للخراطيم التانية. هنركبها بالشكل ده كده يا حضرات. بعد ما حرقنا عليها جامد خلاص كده مفيش مشكلة. بصوا بقى معايا الميزة الجميلة، بعد ما اتربط دي بتلف معاك حرة في الحركة خالص اهيت، ما عادش تفك، علشان يبقى سهل معاك، يبقى سهل معاك اثناء الاستعمال. اهي سايبة خالص اهيت، حرة معاك الحركة، وايه ما فيش اي تسريب ولا اي حاجة، يعني بيسهل عليا وقت الايه، وقت الاستعمال، ومع ذلك هو ماسك ومفيش فيه اي تسريب. طيب نيجي بعد كده بقى للجزئية المهمة، ازاي ندور الموتور وازاي نغذيه. طبعا ده زي ما بيقولوا الفنيين ثنائي الاشواط، اللي هو بيتحط ليه البنزين على الزيت مع بعض بالشكل ده. ده التانك بتاعه 1 لتر يا حضرات. طيب ازاي اخلط الزيت على البنزين؟ بحط لكل لتر بنزين 50 سنتي، 50 سنتي زيت من اللي هو زيت المحركات، الزيت الاخضر. مش لازم يكون نوعيات عالية، لان هو الغرض منه ان هو يخلي البنزين تقيل شوية او لزج او نسبة فيه نسبة لزوج. فالنوعيات العادية خالص بتمشي معانا وتشتغل كويس. وانا فعلا حطيت نوعية اللي هي اقل نوعية وشغلته، عملنا عليه تيست كده قبل ما اصور الفيديو، وهنجربه تاني مع حضراتكم. طيب يعني كل 5 لتر يتحط عليهم ربع كيلو زيت او ربع لتر اللي هو 250 سنتي زيت محركات. بعد ما نخلطهم على بعض بنخضهم، نحطهم في ازازه ونخضهم جامد، وبعد ما يتجانس او يمتزجوا ببعض كويس بنعبي التانك بتاعنا بالشكل ده كده. طيب كده بقى نقدر نشغله؟ لا لسه. هنعمل ايه؟ لو بصيتوا حضراتكم هتلاقي في حاجه هنا زي نفيخه صغيره اهيت بتكارك لها كده، بتدوس عليها كده علشان ايه؟ تسحب الهواء من الخراطيم والكربيراتير علشان لما ينطق معاك ما يبطلش تاني. طبعا انا عملت الحركه دي اختصارا لوقت الفيديو، وعبينا البنزين وقفلنا التانك بتاعنا اللي هو بتاع البنزين، وكل حاجه جاهزه على الدوار. طيب ادور ازاي بقى يا حضرات؟ الريشه ديت اللي هي الهواء بتاع الشفاط، لما اجي اشغله لو كان بارد برفعها لفوق كده، ان انا بفتح الهواء بتاع الشفاط. بعدين ده مفتاح السرعات اللي بيعلي السرعة ويوطيها بالشكل ده كده، وبيوطي اللي فوق كده بيعلي، وده مفتاح البطال بدوس عليه كده يقوم فاصل زي ما هنشوف كمان شوية. طيب حتى هتلاقي في الرسم هنا سلحفة تحت، ان هو يعني دلالة على ان تحت كده بطيء، وهنلاقي هنا اللي هو الكنغر اللي هو ايه دلالة على سرعة الحركة لما بنعليه لفوق كده. بفتح السرعة شوية، ما بفتحهاش على الاخر وما بخليهاش مقفولة على الاخر، يعني بديله شعرة بنزين كده عشان ايه يقوم ينطق معايا. بعد ما بدوره وينطق بقوم ايه منزل الهواء الريشه او الدراع بتاع الشفاط ده يا حضرات، او منزله لتحت تاني كده. طيب نجرب كده ونقول بسم الله. بسم الله. طبعا هو نطق معايا اهو،
ونزلت السقيطة ونزلت الدراع بتاع بعد ما نطق بنزل الدراع بتاع الشفاط وبسيبه سلنسيه كده او سرعة بطيئة دقيقتين ولا حاجة لما يسخن معايا، وبعد كده برفع سرعته عشان يضخ الايه، يشغل الطلمبة ويضخ السائل او يرش معايا بس فترة ايه، دقيقة او دقيقتين، وبعد كده بزود السرعة ونحط فيه مية ونجرب مع بعض ان شاء الله. حطينا فيه مية اهو يا حضرات علشان نجربه مع حضراتكم. هنجيب كمان شفشين كده ونكمل مع بعض. طبعا الحضرات دلوقتي حطينا فيه 5 لتر ميه اهوت علشان التجربه بس. زي ما اتفقنا ان الدراع ده بيفرد الميه ويخليها قريبه وبيرفع يخليها خيط ويخليها تمشي او ترمي مسافه بعيده، علشان لو برش اشجار عاليه او بنرش حاجات بعيده بتنفعني الميزه ديت ان انا اخليها خيط رفيع ويمتد معايا المسافات طويله زي ما هنشوف. انما لو برش في مكان قريب تحت او قدامي على الارض فبخليها على شكل شمسيه. هنشوف ضغط الميه دلوقتي وهنشوف الشغل مع بعض لما نفتح مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده ماشي مسافة بعيدة جدا اهوت، ولو لميناها كده زي ما حضراتكم شايفين الضغط بتاعه عالي وهنزوده كمان شوية. بطلناها طبعا من البطال اللي قلت لحضراتكم عليه. طبعا احنا جربنا معاكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اطلعتوا منه بمعلومة ولو بسيطة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت تقول لي فيه رأيك. فاضل اخر حاجة وهي السعر. احنا النهاردة 8/5/2023 جبنا الموتور ده ب2600، خلصته على 2550. في الوقت ده المواتير اللي هي بطلمبة نحاس برضو لكن سعرها لكن الطلمبة صغيرة شوية والبشبوري بتاعها ألومنيوم والخرطوم بتاعها نوعيات رديئة كان عامل 2200. فأنا صراحة شايف ده قيمة مقابل سعر، هو يستاهل وهو كويس. فاشتري الكوشن ده وانت مطمن. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.